امبارح قلت انه الاهلي عنده تاكيدات من مسؤولي اتحاد الكوره انه لجنه التظلمات او لجنه الاستئناف لن تنظر في الاستئناف الخاص بمحمود كهربا الا بعد مباراه السوبر. بالمناسبه نفترض انها نظرت، ما ممكن تنظر وسياده المستشار عادل الشربجي يؤجل اتخاذ القرار، يقول لك يؤجل لجلسه كذا مثلا يعني. وقلت هذا الكلام وانا مصمم عليه عشان دي مصادري اللي انا بتكلم منها، ولما بتكلم على مصدر بتكلم مش على اقل من 3 مصادر من داخل الاتحاد، عشان بس تبقى القصه واضحه للجميع يعني. تاني لما بتكلم بقول انه هذا هو التوجه داخل اتحاد الكوره، صحيح اتحاد الكوره ليس هو صاحب القرار، لكنه بيبقى فيه نوع من انواع المناقشات يعني. فهذا الامر حدث يعني. طيب الكلام اللي بيتردد دلوقتي انه لو كهربا ما لعبش الاهلي هينسحب، لو كهربا لعب الزمالك هينسحب. ده كلام بتسمعوه، ثم بتلاقي البعض مع احترامي للجميع يعني اياك يا زمالك تلعب لو في حكام مصريين ولو في محمود كهربا. هو الزمالك ما عندوش مجلس اداره؟ اعتقد عنده. اياك يا اهلي تلعب لو محمود كهربا ما لعبش، والاهلي ما عندوش مجلس اداره؟ اعتقد عنده. حضرتك عايز تكتب رايك قول ان انا وجهه نظري ان انا فلان ما يلعبش، او انه وجهه نظري انه الزمالك ما يلعبش او الاهلي ما يلعبش، وجهه نظرك انت لا يعني انت لا تملك الا الراي. لكن انا بقول لاداره الاهلي وانا بقول لاداره الزمالك باماره ايه سعادتك؟ باماره ايه حضرتك؟ هي مش دي اداره محترمه ودي اداره محترمه؟ ودي اداره بتجتمع ودي اداره بتجتمع ودي اداره بتاخد قرار ودي اداره بتاخد قرار. فاللي بيكتب يا جماعه اللي هو على سبيل الاوردر والامر، لا لازم لو كهربا ما لعبش الاهلي ينسحب، لو كهربا لعب الزمالك ينسحب. طب خلاص ما احنا نلغي مجالس الادارات، وحضراتكم ايا كانت هويتك بقى انت ايه، حد نشيط على السوشيال ميديا، لعيب، اداري، فني، فنان، ممثل، عبقري، كاتب، اعلامي، اي حاجه، ده مش دورك. اكتب وجهه نظرك، من حقك تكتب وجهه نظرك. انا ممكن اكتب وجهه نظري واقول، وانا بحب اكتب في بعض الاوقات يعني، لكنه انتم لستم اصحاب القرار يعني. لا الاهلي هينسحب في اي حال من الاحوال ولا الزمالك هينسحب في اي حال من الاحوال. خد التصريح ده كده على لساني، قول الراجل ده طلع قال الكلمتين دول، مش هنسحب لاسباب كتيره جدا مش هتكلم فيها دلوقتي، لكنه ما حدش من الاثنين هينسحب، والتذاكر خلصت والترتيبات تمام والفرقتين عايزين يلعبوا. وادي الزمالك شفت حالته اتحسنت في مباراته مع سيراميكا، والاهلي ان شاء الله يكون راجع بامر الله باذن الله بدون مقاطعه، متاهل لنصف نهائي بطوله افريقيا على حساب الفريق الشقيق الرجاء المغربي. فمن فضلكم بالراحه شويه يعني، الله يخليكم بلاش